الزمن اللي احنا فيه ده وفي كل زمن عدى في سحر وفي شعوذة وفي استعانة بالجن، واللي بيستعينوا بالجن في أعمال السحر بيستندوا على الفتوى اللي بتقول إنه يجوز الاستعانة بالجن في أعمال الخير. والخير اللي بيعمله الساحر من وجهة نظره إنه بيساعد الشخص اللي جايله. واحدة بتقوله أنا مش عايزة جوزي يتجوز عليا، هو شايف إن ده خير، فيعمل لها ربط ويعمل تفريق عن الست اللي هو عايز يتجوزها. بيجمل الشر اللي هو بيعمله وبيقنع اللي قدامه انه بيسعى له في الخير. بيعمل له انتقام، بيوقف حال، احيانا بيمرض اشخاص واحيانا للاسف الشديد يؤدي للوفاة، ومقتنع انه بيعمل خير وبيعمل لهم خير لان الشخص اللي هو اعتدى عليه ده كان ظالم في يوم من الايام ويستحق اللي بيتعمل. الناس دي في الزمن ده كتير جدا، وبننبه دايما ان احنا حرام ان احنا نروح لهم، وده شرك بالله سبحانه وتعالى. لكن يوصل بينا الحال ان احنا نجيب الدجلة والسحرة في الاستوديوهات وفي الاعلام ونصدرهم على انهم نجوم، نجيبهم ننبهر بيهم، ننبهر بالحاجة اللي بيعملوها. ده كده الشيء اللي فاق الحد. ازاي المذيعة تستضيف واحد ساحر بيستعين بأسماء الجن علنا قدامهم في الاستوديو ويبدأ يعمل أعمال السحر والشعوذة وسط طبعا انبهار الجمهور وانبهار المذيعة باللي هو عمله؟ ازاي وصل بينا الحال لكده؟ تعالوا سوا نشوف مقطع الاستعانة بالجن ده. طيب دارين نبدأ هسه جاهزين يا شيخ؟ طيب جاهزين؟ طيب باسمك العظيم باسمك العظيم باسمك العظيم باسمك. طبعا مش هقدر اعرض لكم الاسماء اللي هو بيقولها لان ده خطر جدا، وهقول لكم ليه في اخر الفيديو. بعد كده بعد ما الساحر ده بيقعد وبيحضر بالاسماء بتاعته بتبدا تحصل حركه في الاستوديو غير عاديه، صوت كركبه وكأن حاجه هتقع، ويجي دور المذيعه انها تجري بسرعه لانها خافت لحاجه تقع عليه، وضحك وهزار وكده، وبترجع تكمل البرنامج بتاعها. هوب علينا. ويجي الساحر بعد ما حضر الجن بالفعل في الاستوديو مسك حاجة في ايده، والحاجة دي اشتعلت بالنار. ما كانش في ايده ولاعة، ما كانش في ايده حاجة يشعل بيها الشيء اللي في ايده ده. اشتعلت الحاجة دي في ايده زي ما انتوا شايفين كده، وهو ماشي بمنتهى الفخر والتباهي. والمذيعة بعد كده بتقعد وبتسأل هو ازاي، وبتنبهر بقى، احنا جايبينه عشان ننبهر ونقول ان الساحر ده بيعمل حاجات فظيعة جدا. ما انت جايبة ساحر، مش جايبة واحد بيعمل شيف وبيعمل اكل، اكيد هيجي يعمل اعمال فيها سحر واعمال فيها شعوذة. هو استعان بالجن، والجن ده خلق من النار، وبالتالي سهل جدا اشتعال شيء في ايده. مش بس كده، بتسيبه المذيعة ان هو يسأل في الجمهور، وحد من المتطوعين يخرج له علشان هيبدأ يسأله بعض الأسئلة، وتبدأ ورقة الشخص ده من الجمهور تكشف بعض الأشياء عن حياته، والبرنامج بيكمل في هذا السياق. اللي عايزة أعرضه على حضراتكم النهاردة فكرة استنكار إحنا كمشاهدين إن إحنا نشوف مثل هذه الفيديوهات. ليه؟ لأن أسماء الجن اللي ذكرت في الفيديو ده كفيلة جدا إنها تحضر أو إنها تؤذي أي شخص، خصوصا الشخص المسحور أو اللي عنده مس. الفيديو ده وفيديوهات كتير تلاقيها مدسوسة كده دس في وسط الفيديو، تلاقي فيديو عن دعاء معين للرزق أو كذا، وفي نص الدعاء يحط لك اسم أو اسمين من أسماء الجن. طب هو أنا في الدعاء ده بستعين بالله سبحانه وتعالى ولا بستعين بالجن؟ هي سورة الفاتحة اللي بنقرأها كمسلمين كل يوم في الصلاة بتقول إيه؟ مش بتقول وبه نستعين؟ ايه اللي هيخليني استعين بالشيطان وانا بدعي دعاء معين؟ هو مش في آية بتقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يبقى الشيطان ده لو هينزل عشان يساعدني في شيء يبقى أنا بعدت خالص عن المنهج الإسلامي. عايزة أقول لكم في منشورات على الفيسبوك دلوقتي منتشرة، وأنا مشتركة في جروبات كتير جدا عشان أتابع الموضوع ده، منشورات مدسوس فيها زي السم كده لما بيدس أسماء للجن والشياطين. طيب ليه محطوط في وسط الدعاء؟ ليه محطوط في وسط ورد معين هقوله؟ يعني ايه قاعدة اقول اسم الجن الفلاني العدد الفلاني؟ ليه؟ عايزة اقول لكم الحاجات دي بتؤذي جدا، خصوصا زي ما قلت لكم الشخص اللي عنده سحر او عنده مس. هسيبكم كده؟ لا، هقول لكم ايه الحل لو غصب عنك بتقرا حاجة ولقيت نفسك قرأت اسم من اسماء الشياطين دي، لو غصب عنك بتتفرج على تلفزيون ولقيت برنامج زي ده شغال واتقال في بيتك اسماء من اسماء الجن زي الفيديو اللي عرضته لكم ده، هتعمل ايه؟ وقتها على طول بتقفل الحاجة اللي انت بتتفرج عليها وتقرأ آية الكرسي بصوت مسموع، عدد يعني مكرر، تمام، قدر المستطاع على قد ما تقدر.
لان ده باذن الله بيبعد عنك ويصرف عنك اي شيء. سهل جدا وجودهم، خصوصا في البيوت اللي مليانه معازف وما فيهاش قران، وحضورهم مع الاشخاص اللي مش بيصلوا خالص. فالموضوع ده مؤذي جدا يا جماعه. ارجوكم لو لقيتوا فيديوهات بالشكل ده، لو لقيتوا منشورات زي ما حذرتكم كده، ما تفتحهاش، ما تتابعهاش. لو سمعت غصب عنك اقرأ آية الكرسي وكررها في البيت، وقوم على طول شغل القرآن الكريم. الفيديو ده كان تحذيري وكان مهم جدا، ويا ريت الإعلام يا ريت إن هو يبعد عن إشهار السحرة وتلميعهم وتنجيمهم. أعتقد جدا إن بعد الحلقة دي إن طبعا في ناس استنكرت إن ده إزاي يحصل، ولكن أكيد في ناس كتير قالوا لها وبعتوا لها عايزين رقم السحر ده. فأنت بدل ما تجيبي فكرة وتقولي إن الفكرة دي خاطئة، بالعكس أنت جبتي فكرة ودفعتي الناس إنها تنبهر بيها وبالتالي تصدقها. خصوصا لاحظوا معايا بقى في المقطع الأخير ده إنه قبل ما يبدأ بيقول بسم الله. العظم باسمك العظم باسمك العظم باسمك العظم باسمك العظم يا معشر الجن 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 يا معشر الجن. وده اللي سحرة كتير بيعملوه، بيستخدموا القرآن وبيستخدموا بسم الله، وبعد كده بيكتب للأسف الشديد بالدماء الملوثة الأسحار بتاعته، وبيعكس في الآية وبيعكس في حروفها بأمر من الشيطان علشان ينفذ له الأسحار اللي هو عاوز يعملها له. احنا بنبلغ في الفيديو ده ان احنا مستائين جدا من عرض مثل هذه البرامج لمثل هذه الشخصيات. أتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. شكرا لكم على متابعتي. إن أخطأت فمن نفسي، وإن أصبت فمن فضل الله وتوفيقه. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.